في قرية صغيرة على حافة الصحراء كان يعيش شاب يدعى يوسف. كان يوسف معروفاً بين أهل القرية بذكائه وشجاعته، لكنه كان يشعر دائماً بأن هناك شيئاً ناقصاً في حياته. كان يحلم بالعثور على نور يضيء دربه ويعطي معنى أعمق لوجوده. ذات ليلة ظهر له حلم غريب، حلم بشجرة عظيمة تتوهج في قلب الصحراء، وكأنها مصباح يضيء الظلام الدامس. عندما استيقظ شعر يوسف بأن الحلم كان رسالة، وقرر أن يتبع قلبه ويبحث عن تلك الشجرة الأسطورية. جمع يوسف بعض الزاد وقارورة ماء، وودع أهل القرية متجها نحو الصحراء الشاسعة. لم يكن الطريق سهلا، فقد واجه عواصف رملية وحيوانات مفترسة، لكن إيمانه بالحلم كان يعطيه القوة ليستمر. بعد أيام من السير المتواصل وصل يوسف إلى واحة خضراء، وفي وسطها وقفت